تنكرت الرئيسة في هيئة زبونة لتفقد سير العمل. قالت المديرة الجديدة لإحدى البائعات: ألم أحذرك من قبل ألا تضيعي وقتك في خدمة أمثال هؤلاء الفقراء؟ لكنها لم تكن تعلم أن تلك السيدة التي سخرت منها لم تكن سوى صاحبة المتجر نفسها، بل وأم خطيبها المستقبلية. بدأت القصة عندما أعلن ابن الرئيسة أنه على علاقة بفتاة من الريف تعمل في أحد متاجر المجوهرات التابعة للمجموعة، وعندما علمت الرئيسة بالخبر قررت أن تنظم لهما زفافا كبيرا وتهديه بنفسها سوارا لا يقدر بثمن لتفاجئه به. لكن ما إن دخلت المتجر حتى استقبلتها العروس المنتظرة بسخرية قائلة: إنه لا مكان لأمثالك في مكان فاخر كهذا. عندها قررت الرئيسة دون أن تكشف هويتها أن تختبر شخصية تلك الشابة، فقالت إنها ترغب بشراء هدايا لزفاف ابنها. فردت المديرة بنبرة متعجرفة: نحن هنا نصنع قطعا فريدة وليست أشياء رخيصة. فتنهدت الرئيسة وقالت: يبدو أن ابني وقع في حب امرأة فارغة لا تهتم إلا بالمظاهر. ردت المديرة بغرور: خطيبي هو ابن الرئيسة ويشرفك لقائي، كما أن والدته ستنفق مبالغ ضخمة على زواجنا. كانت البائعات من حولها ينظرن إليها بإعجاب، لكن إحدى الموظفات التي كانت تعرف قسوة المديرة دافعت عن السيدة العجوز وطلبت من المديرة أن تعتذر. فبدأت المديرة تصرخ قائلة: إن العجوز هي من يجب أن تعتذر، مؤكدة أن ابن الرئيسة لن يتزوج أبدا من امرأة مثلها. في تلك اللحظة عرضت القناة التلفزيونية خبرا عن أغنى عائلة في البلاد ستقيم حفل زفاف ضخم لورثها. ظنت المديرة أن الخبر عنها فاعتدلت في وقفتها وازداد غرورها، لكنها لم تنتبه إلى أن وجه العروس الحقيقي الذي ظهر على الشاشة كان وجه الزبونة الفقيرة التي أمامها، أي والدة خطيبها. بعد لحظات طلبت الرئيسة أن ترى الجوهرة الرمزية التي صنعتها بنفسها عند افتتاح المتجر. حاولت المديرة انتزاعها منها قائلة: إن يديك المتسختين لا تستحقان لمس قطعة كهذه. فسقط السوار على الأرض. ارتبكت المديرة واتهمت العجوز بتحطيمه واعتدت عليها بعنف ومزقت حقيبتها، ثم صفعت الموظفة التي حاولت الدفاع عنها وأمرتها ألا تتدخل. فتشت المديرة في حقيبة الرئيسة فلم تجد سوى هاتف قديم، فصفعتها مجددا وطلبت منها أن تتصل بأسرتها لتدفع ثمن السوار. عندها اتصلت الرئيسة بابنها وقالت له: تعال فورا إلى متجر المجوهرات، لدي مفاجأة لك. قلق الشاب فاتصل بخطيبته يسألها: هل أمي في المتجر؟ فأجابت بصوت لطيف زائف: لا إطلاقا، إنها مجرد عجوز تثير المتاعب. ثم ضحكت وقالت لخطيبها: إن خطيبتك الغبية تصدق كل ما أقول هنا. أدركت الرئيسة أن تلك الفتاة لا تحب ابنها بل تطمع في ثروته، فواجهتها بغضب وفضحت نفاقها وسوء أخلاقها. استدعت المديرة الحراس، لكن بدلا من حارسها القديم الذي طردته جاء حارس جديد هو عشيقها. وعندما حاول طرد العجوز أعلنت الرئيسة: أنا رئيسة هذه المجموعة. فضحكت المديرة قائلة: مستحيل أن تكون حماتي امرأة فقيرة مثلك. عندها أخرجت الرئيسة السوار الفريد الذي يعرفه كل سائق، لكن المديرة الجاهلة دفعته بعنف إلى الأرض واتهمت الرئيسة بمحاولة سرقته واستدعت الشرطة. حاولت الموظفة الدفاع عن الزبونة فتلقت صفعة أخرى واتهمتها المديرة بالتواطؤ معها وأمرت عشيقها بأن يعاقبهما طالبا من العجوز أن تركع وتطلب المغفرة، لكنها رفضت دون أن تدافع عن نفسها. وفي اللحظة الحرجة وصل ابنها إلى المكان.